دقيق ولا نشا، هنعمل اجمل بصل. يلا بينا نشوف الطريقه. هنسمي الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبي رسول الله. هنقطع كميه بصل كده محترمه في الكبه بالضغط، يعني نضغط ونشيل ايدينا، نضغط ونشيل ايدينا، مش نفضل ثابتين ايدينا على الكبه يتعصر معانا البصل. تمام. حطينا كميه زيت مناسبه، مفيش زيت كتير ولا اي حاجه، ولا حطينا دقيق ولا حطينا نشا ولا حطينا اي حاجه. والبصل ده كمان من البصل الابيض مش بصل احمر. تمام. بصوا بقى مراحل كده التسويه. كميه الزيت زي ما انتم شايفين، هو بس احنا بنقلب ونستمر في التقليب، بس ده اللي عليكم تعملوه. وبعد ما يحمر معانا ياخد اللون المظبوط، نبتدي ان احنا نجيبه في مصفى او بصفويه انتوا تشيلوه من الحله، ونضغط كده ننزل كل الزيت اللي فيه. فكل الحوار ان احنا نشيل الزيت من البصل، هو ده اللي هيخليه مقرمش وطعمه في منتهى الجمال. وهتشيلوه فتره طويله في التلاجة يفضل مقرمش وطعمه حلو جدا، ولا هتخرطي على ايديكي ولا حاجه في الكبه. بالضغط منفصل، مش هتضغطي مره واحده على الكبه عشان ما يتعصرش معاكي. تمام. برده كمان بعد ما صفيته البصفه ما استكفتش بكده، لا انا جبت ورق كمان ابيض وابتديت ان انا هصفيه بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه. لو وصلتوا معايا لهنا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه. تعليق جميل من احلى اخوات عشان بيفرق معايا كتير. وشكرا لكل الناس اللي علقت لي والناس اللي عملت متابعه والناس اللي بتعمل لايك، بشكركم من كل قلبي. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه، وان شاء الله نقدم لكم حاجات تفيدكم وتنفعكم باذن الله. عملنا البصل بكل سهوله، ما قطعناش على قطاعه ولا على ايدينا، قطعنا في الكب عادي بالضغط المنفصل. وبعد كده حبه زيت صغيرين مش كتير، برضو على قد كميه البصل هتحمري البصل. الزيت اللي هتاخدوه من البصل لو بتعملي كشري هتعملي بيه رز الكشري او تعملي بيه الصلصه. وهعمل لكم فيديو بكره ان شاء الله بالكشري بقى وجماله، والصلصه اللي احنا عملناها قبل كده، والبصل كمان اللي احنا عاملينه برضو شايلينه في التلاجة، حاجات هتفيدنا وتنفعنا، توفر علينا وقت ومجهود كتير جدا جدا. سامعين صوت البصل مقرمش جميل. تحتفظوا بيه في نفس العلبه كده متغطيه في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.